السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. فيديو النهارده هنعمل فيه طريقة الزبادي او الياغورت زي ما بيتقال عليه في البلاد العربية. تعالوا نشوف المقادير ونشوف هنعمل ايه. هنعمله بمناسبة سحور رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين وشهر سعيد عليكم جميعا يا رب، وينعاد عليكم بالخير. هنعمل مع بعض طريقة عمل الزبادي السادة او الياغورت السادة والزبادي الفراولة او الياغورت الفراولة. يلا نشوف المقادير ونشوف هنعمل مع بعض ايه. دي بقى معايا مقادير الزبادي. ده كيلو لبن اعمل بيه الزبادي السادة، وده 2 كيلو لبن اعمل بيه الزبادي الفراولة، ومعايا 3 علب زبادي اي نوع انت بتحبيه. في زبادي بيبقى بلدي عند اللبان اللي هي العلب الطبيعية، وفي زبادي بتاع الشركات اي نوع انت بتحبوه تجيبوه. ومعايا عسل نحل ومعايا سكر وعلبة جيلي فراولة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنا حطيت على النار ال2 كيلو لبن اغليهم، وده الكيلو هيغلي بقى معانا كده، وبعدين اقول لكم هنعمل ايه بالظبط عشان يطلع معانا زبادي سهل ومتماسك كده وطعمه حلو. اللي عايز يجربه يعمله في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. كده هو بدأ اللبن بدأ يغلي. هقعد اقلب فيه كده 3 دقايق عشان يديكي وش للزبادي عامل زي القشطه. هو غلى معانا اهي بالشكل ده. ما تخافوش مش هيفور منكم طول ما انت بتقلبي فيه كده، مش هيفور. احنا قلبناه شويه هنطفي بقى عليه. هنسيبه لما يهدى كده، يعني يهدى شويه. تحطي صبعك فيه تستحمليه، يعني تمدي مش دلوقتي هو على النار، يعني لما يغلي ويبرد شويه تحطي صبعك فيه كده تستحمليه. هنقول لكم بقى هحط المقادير اللي انا هحطها. كده معايا اول حاجه الزبادي البلدي الابيض من الساده. ده وش اللبن كده للي مش بيحبه. هنشيله في الطبق بالشكل ده. هتختبري اللبن ازاي بقى. كده ايدك تستحمله. ده كده بعد ما اتغلى وبرد شويه، يعني صبعك كده يستحمله. هنجيب ايه بقى. الكيلو اللبن بياخد معلقة ونص زبادي. طبعا العلبة صغيرة قوي، دي معلقة اساسا. هفضيها بالشكل ده. بتحطي اي زبادي انت عايزاه. وهنجيب ناخد نص معلقة كده من العلبة التانية، واقل من نص معلقة كمان، يعني كده. دي معلقة صغيرة خالص. هنسيب دي للزبادي الفراولة. هجيب كده العسل النحل. كل كيلو لبن بياخد معلقة ونص عسل نحل. كده بالشكل ده. ده بيحوش الانتفاخ وحلو للزبادي، بيديله قيمة غذائية عالية. اللي عايز يحط سكر يحط. في طريقة تانية بقى للزبادي، بتحطي علبة الزبادي وبتحطي معلقتين ايه، لبن بودرة. بس لما بيجوا ياكلوه او لما اولادك بيجوا ياكلوه بيبقى مزز كده. لكن ده منه هيبقى فيه نسبة سكرة بسيطة خالص للولاد، والفايدة بتاعته هتبقى حلوة. جربوه بالشكل ده هيعجبكم. تاني يا جماعة، حطينا علبة زبادي، يعني معلقة ونص زبادي الكيلو اللبن، ومعلقة ونص عسل. هندوبهم كده بالشكل ده لحد ما يدوب تماما، وبعدين اصب. هنا كده هنصب الطاجن بالراحة، وهوريكم طريقة حلوة قوي. ولا بنحط مية سخنة عشان يجمد ولا اي حاجة. ده يا جماعة اللبن اللي ينفع فيه لبن المحلات عادي، لبن جاموسي اللي انت عايزاه.
بس ده لبن جاموسي من عند اللبان. بره بقى الناس اللي بره في الدول التانية بيقولوا على اللبن حليب، تجيبي حليب وبتعملي بيه. والزبادي بره اسمه ياغورت. كده بالشكل ده. اتمنى بس يا جماعه اللي يدخل القناه يعمل سبسكرايب للقناه وشير للفيديو عشان القناه تكبر بيكم. عايزاكم بقى تشجعونا عشان الفيديوهات دي. طبعا الحاجات دي حلوه في البيت يا جماعه، بتبقى فايدتها كويسه احسن ما تشتري زبادي كل يوم بعدد افراد العيله يعني من بره. اهم حاجه بس تدوبيه كويس. اللي عايز يحط عليه زبادي، علبه زبادي بلدي يحط، اللي عايز كل ما بتحطي علبه بطعم بتلاقي الزبادي بتاعك نفس الطعم. كده بالشكل ده. هنعمل بقى زبادي الفراولة. هنبدأ بقى نعمل كده زبادي الفراولة. هشيل بس وش اللبن، ما شاء الله اللبن بخيره. اهي بالشكل ده عشان ما يعملش بس طبقة ايه فوق الزبادي. هجيب كده اللي مش عايز يحط عسل نحل وعايز يحط سكر، كل واحد وراحته. بتظبطيه بقى وتدوقيه، عايزة تزودي سكر انت وراحتك. حط الزبادي. ممكن برضو تجيبي مربى، مربى فراولة، وتحطيها في اخر الكوباية بتاعت الزبادي السادة. تيجي تقلبيها تاكلي قطع فاكهة كده معاها. انا بوريكم الطريقة، واللي عايز يزود حاجة من نفسه يزود. هقلبها بالشكل ده وادوقها. عايزة بقى زودي سكر زودي. تقلبيها قبل ما تحطي باكت الجيلي الفراولة. بس انا هحط معلقة عسل كمان. انا حاطة السكر في المقادير للي مش عايز يحط عسل يا جماعة. بس العسل النحل طبعا مفيد للولاد. وحاجة نظيفة انت بتعمليها في البيت بدل ما تجيبي الزبادي وعليه مواد حافظ. والعلبة طبعا غالية. كده السكر بتاعه مظبوط. بتجيبي باكت جيلي. لو انت عايزة تعملي زبادي بأي طعم تاني، في جيلي مش جيلي أناناس، في جيلي بقى طعم كتير. ممكن تضربي فراولة بالهاند بلندر أو في الكبة وتحطيها في اللبن. كده السكر بتاعه مظبوط. اللي مش عايز يحط عسل يا جماعة تاني يحط سكر عادي.
كده دوبت العسل والزبادي والجيلي لحد ما دابوا تماما اهو. هعبيه بقى بالشكل ده. بسم الله. بتسيبي بس سنتي من فوق كده، سواء انت تحطي في كوبايه ازاز او في كاسات او في بوله او في اي حاجه، بتسيبي سنتي من فوق كده مديه براح للطاجن لما تغطيه. هوريكم بقى هنعمل فيه ايه تاني. ولا هنسخن له ميه ولا هنسخن الفرن، هعمله بطريقه حلوه. بس بالشكل ده كده. تعملي حاجه في مطبخك نظيفه احلى من بره اما بيبقى عليها مواد حافظه عشان خاطر ولادنا. كده بالشكل ده. بس كده. هجيب كده الاسترتش راب واعمله واغطيه بالشكل ده عشان ما يتحركش. اهي بالشكل ده كده. والكوبايات برضو، الكاسات، الغطا ده بيحافظ عليه. هغطيهم كلهم بقى واوريهم لكم. دي كده معانا الكميه اللي طلعت من 3 كيلو لبن كلهم. ولاحظوا ان الطواجن كبيره مش صغيره، يعني دي مش طواجن زبادي، دي الطواجن بتاعت اللي انا بعمل فيها الحاجات. طواجن الزبادي بتبقى اصغر من كده. واللي ما عندوش استرتش راب بيجيب كيس تلاجة بالشكل ده وتقطعيه كده من هنا. انا وريتكم الطريقتين اللي بيتعمل بيها. يتقطع بالشكل ده كده. بتغطي وش الزبادي كله كده اهو. هنجيب حاجه نظيفه، شال، كوفرته، فوطه، بتروحي مغطيه الزبادي كده على الرخامه لحد 12 ساعه. بعد 12 ساعه ان شاء الله هوريه لكم، يعني تدفي الطواجن والكوبايات بالشكل ده. بعد 12 ساعه ان شاء الله هوريهم لكم. ده كده معايا الزبادي او الياغورت، جمد معايا بالشكل ده. قعد 12 ساعه على الرخامه وحطيته ساعتين في التلاجة. تعالوا نشوفه مع بعض. ده كده الزبادي او الياغورت زي ما بيقولوا في البلاد العربية. هشيل كده الاسترتش راب من عليه. اللي ما عندوش يا جماعة يحط كيس عادي، مش مشكلة. اتمنى بس يا جماعة تشجعوا القناة وتحطوا تعملوا شير للفيديو. كده عملنا الزبادي او الياغورت ده من 3 كيلو حليب او 3 كيلو لبن. ممكن تعمليه بلبن عادي من المحل عادي، لكن الجبنة القريش ما بتتعملش الا بلبن حليب. يعني الزبادي عادي ممكن تعمليه بلبن من بتاع المحلات، اي نوع انتوا بتحبوه. عايزه اوريكم الشكل بس. عايزه هنا بقى اوريكم السمك بتاعه. بصوا، عشان الحليب جاموسي بخيره طلع جميل ازاي معانا وطعمه حلو. طعمه جميل يا جماعه، اتمنى اللي يجربه
يعلق كده بكومنت كويس للقناة عشان القناة تكبر بيكم. كده خلصنا الزبادي بالشكل ده. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، واتمنى اللي يدخل القناة يعمل سبسكرايب للقناة وشير للفيديو. مع السلامة.